كما قلنا أن الموضوع ليس بهذه البساطة. هناك كثير من الحساسيات التي قد لا يفهمها إلا أصحاب الشأن الأكراد. دكتور زارة صالح، حضرتك باحث متخصص بالشأن الكردي. طبعا عندما يعلو صوت الغبار والمعركة أحيانا تغيب وتتراجع هذه التباينات، لكن برأيك تقييمك لما يحصل حاليا أولا كنتيجة لخلافات قديمة كردي، وهل هذا الذي يحصل حاليا بإمكانه التأسيس لأيضا خلافات، لا نتحدث عن خلافات لكن تعددية كردية أخرى؟ بداية لابد من الحديث عن العمق التاريخي والقومي للمسألة الكردية. هي ليست وليدة 2011 بعد الثورة السورية، أي الكرد عانوا من اضطهاد طيلة 6 عقود، وقبل ذلك قسمت وطنهم كردستان بعد اتفاقية سايكس-بيكو، وألحق جزء من كردستان بالدولة السورية. أي القضية لها بعد قومي ومشروعية قانونية، كالشعب يعيش على أرضه ولهم الحق في تقرير مصيرهم بنفسهم. لكن الكرد بحكم الجغرافيا والسياسة والجوار المحيط كان لهم آفاق غير واسعة للتحرك السياسي والجيوسياسي. بتقديري نتيجة هذا الظلم والاضطهاد الذي لاقاه الكرد، ونتيجة تكالب الأنظمة التي كانت تغتصب كردستان، ليس فقط في سوريا، الأنظمة تركيا وإيران وسوريا والعراق كانوا متفقين دائما حول القضية الكردية ومعاداتها. وحصل هذا الاتفاق. واضح جدا أن الدول الأربعة لا تريد دولة كردية، ويبدو أيضا العواصم الكبرى لا تريد ذلك، ومع ذلك الصوت الكردي لم يكن واحدا. كان في تنوع في مشكلة كردية في سوريا تختلف عن تلك في العراق أو في إيران أو في تركيا، وفي مشكلة، حتى نركز أيضا على الموضوع السوري، في مشكلة كردية في سوريا تزرع تباينا وخلافات في كيفية الحل بالنسبة للأكراد أنفسهم. أي نوع من هذه التعددية في سوريا؟ التعددية الموجودة بين الكرد هي في إطار الرؤية للحل السياسي للقضية الكردية في سوريا. مثلا هناك بالمجمل الكرد متفقون حول موضوع إنشاء منطقة أو حكم ذاتي كردي، حتى الأحزاب بمختلف تلوناتها منذ بداية الأزمة السورية، بما فيهم حزب الاتحاد الديمقراطي. كان هناك مجموعة الأحزاب الكردية حتى أنهم وقعوا اتفاقية فيها هولير ودهوك تحت رعاية رئيس الإقليم مسعود البرزاني، التي كان في إطارها العام الفيدرالية لسوريا وحكم ذاتي للمنطقة الكردية. لكن التباينات اختلفت فيما بعد. الموضوع من الجميع. نعم، كان هناك اتفاق، ولكن التباينات وفق الأجندات السياسية الإقليمية والداخلية الكردية. نظرا لوجود خلافات كردية، القسم من الأحزاب الكردية اختاروا الانخراط ضمن صفوف المعارضة السورية. حزب الاتحاد الديمقراطي ومجموعة الأحزاب المنضوية تحت الإدارة الذاتية اختاروا الخط الثالث، لا مع المعارضة ولا مع النظام. ولهذا اختلفت التباينات فيما بعد حول شكل المطلب، ولكن في الجوهر هناك اتفاق عام أن تكون المنطقة الكردية منطقة فيدرالية. الاتحاد الديمقراطي، حزب الاتحاد الديمقراطي، طالب بفيدرالية ديمقراطية، أي مبنيا رؤيته السياسية على أخوة الشعوب الديمقراطية، التعايش بين جميع المكونات، وكما رأينا على أن تكون هذه المنطقة تتمتع بحكم ذاتي معين. أستاذ